من واحنا صغيرين واحنا بنسمع: اسمع كلام ابوك، ما تردش على امك، الكبير دايما عنده حق. طب هو مين قال؟ يعني هو لمجرد انهم اكبر يبقى هم دايما صح؟ لمجرد انهم ربونا يبقى لازم نعيش زي ما هم شايفين؟ يعني لو انا قلت لأ ابقى قليل الادب، ولو قلت انا شايف غير كده ابقى بتمرد؟ خليني اقولك حاجة، في حاجات كتير اهلنا بيعملوها باسم الحب بس بتوجع. في مواقف بتحصل كل يوم وبتعدي كأنها عادية، زي لما تقول لهم مش عايزة اتجوز دلوقتي، يقولولك طب خليك عيل في حضن امك. او لما ترفضي عريس مش مناسب، يقولولك انتي مش هتلاقي زيه. طب انتوا شايفين مصلحتي ولا بتخافوا من كلام الناس اكتر من خوفي على نفسي؟ عارفين اكتر جملة بتوجع؟ انا عارف مصلحتك اكتر منك. بجد؟ طب ازاي وانت مش حاسس بيا ولا شايف انا تعبان قد ايه ولا حتى سائلني بحب ولا ضغط؟ اهلينا تعبوا، شالوا وسهروا وربونا على قد ما يقدروا، بس ده مش معناه ان كل حاجة قالوها لازم تمشي، ولا معناه انهم دايما عندهم حق، ولا يديهم الحق انهم يقرروا مصيرنا. انا ممكن احب ابويا واقول له لا، ممكن اكون شايف ان امي طيبة بس افهم ان في حاجات بتفرضها عليا علشان هي اتفرضت عليها، وممكن اسمع وافكر واختار بطريقتي. عارفة احساس انك بتعمل حاجة مش عايزها علشان ما تزعلهمش؟ عارف احساس انك بتضحي بمستقبلك علشان بس تسمع جملة برافو عليك كنت راجل او بنت مطيعة؟ ده اسمه ايه؟ طاعة ولا دفن؟ دفن لنفس حلمك، لاختياراتك. الاحترام مش معناه انك تسيب حياتك تمشي على مزاج حد، والحب مش معناه انك تقول حاضر وانت مش مرتاح. من حقك تفكر، من حقك تقول انا شايف غير كده، من حقك تعيش بطريقتك حتى لو هم مش فاهمينها. المشكلة اننا تربينا على فكرة ان الكبار دايما فاهمين اكتر، وان اي اعتراض مننا يعتبر قلة ادب او تمرد، مع ان اوقات كتير بيكون احنا شايفين الصورة اوضح. هم عندهم خبرة، لكن الخبرة دي مرتبطة بزمانهم هم، بظروفهم هم، بقوانين ومفاهيم كانت ماشية وقتها. مش دايما اللي نفع معاهم هينفع معانا. في فرق كبير بين الاحترام والطاعة العمياء. الاحترام معناه أسمعك وأقدر وجهة نظرك، لكن برضو أكون قادر أختار طريقي. مش معنى أنك بتحب أهلك أنك تسلم لهم حياتك بالكامل، لأن في الآخر أنت اللي هتعيش نتائج القرارات مش هما. ومش غلط أنك تقول لأ بأسلوب محترم، ومش غلط أنك ترفض حاجة حاسس أنها هتضرك حتى لو جت من أقرب الناس ليك. الحب الحقيقي مش فرض سيطرة، الحب الحقيقي مساحة أمان تسمح لك تكون نفسك. أهالينا مش دايما على حق، وأكتر حاجة نقدر نعملها ليهم إننا نبقى ناس واعية، ناس عندها قلب بس كمان عندها عقل. لما تيجي تسأل نفسك هو مين قال؟ افتكر إن اللي قال إنسان زيي وزيك، لا نبي ولا معصوم ولا لازم نمشي وراه. قال رأيه في وقت وظروف وتجربة مش شرط تمشي معانا. لو الكلام مش مناسب ليك غيره وعدله وخد اللي ينفعك، طالما مش ضد الدين ولا بيأذي حد. احنا اللي نرسم القواعد مش نورثها. واسأل نفسك دايما هو مين قال؟